هاي، ازيكم؟ عاملين ايه في الفيديو ده؟ بعد ما خلصت امتحانات خلاص الحمد لله. هوريكم ازاي تعملوا مشروب الهوت شوكليت، بس هخليه كولد شوكليت، يعني هيكون ساقع. اوكي، عشان اللي انتوا متعرفوش ان انا بحب المشروبات الساقعه، ما بحبش السخنه. مش ده معناه انا مش بشرب مشروبات سخنه، لا انا بشرب بس قليل يعني. بس انا بفضل مشروبات، اي مشروب ساقع بحب قوي المشروبات الساقعه. فيلا نشوف مع بعض ازاي هنعمله في الخلاط وخليه كده ساقع وحلو كده يرطب علينا في الصيف. ورغم انه صيف بس عندنا في مصر ساعات بيقلب شتا وصيف وخريف وكل الفصول الاربعة في مرة واحدة، بس ما علينا. اقصد انه ساعات يعني بيبقى برد وساعات حر، بس غالبا بيبقى حر. المهم، خلونا نشوف ازاي بيتعمل، هو سهل جدا. طيب الحاجات اللي هنحتاجها هي كاكاو يكون اللي هو اللي مفيهوش سكر زي هيرشيز ده. هيرشيز طبعا من انواع المشهورة جدا وبيستعملوه ناس كتير. سكر، حليب، وخلاط، طبعا معلقة وكوباية. خلونا نشوف اول خطوة. طيب اول خطوة هحط معلقتين من الكاكاو ال unsweetened، هحطه في الخلاط على طول. انا لخبطت الدنيا، معلش على اللي حصل ده، بس عشان ماسكة الكاميرا بايد وبحطه بايد تانية. فدلوقتي هحط يعني السكر براحتكم زي ما انتوا عايزين. انا ممكن احط مثلا معلقتين ونص، 3، هشوف يعني هظبطه. انا حطيت السكر خلاص، بس انصحكم ما تزودوش سكر لانه مضر وبيتخن، ويعني حاولوا انكم تعودوا على ما تحطوش سكر كتير. بالنسبة للكاكاو، ممكن تحطوا اللي هو بسكر، ممكن بدون، يعني مش شرط unsweetened، براحتكم يعني. اوكي، بس عشان لو عايزين مشروب كاكاو تقيل كده وكله شوكليت، يعني يستحسن تستخدموا unsweetened. دلوقتي انا بحط كوباية حليب، مش مليانة قوي يعني. ماشي، اوكي كده تقريبا، وهحطها على الخليط. اللي حابب يحط رشة فانيليا ممكن يحط، اللي مش حابب خلاص. دلوقتي انا هخلط كل الحاجات دي وبعد كده هقدمه معاكم. طيب هبتدي اخلط، وزي ما انتوا شايفين خلاص خلطته والرغاوي مالية البتاع، فهبتدي اصب دلوقتي. شكله يجنن كده. المشروب بقى جاهز، بس احنا نقدر نحط له اضافات ونزينه ونحليه. وانا هحط تويكس كده على الجنب، او يعني في اي حتة في الكوباية، وهتشوفوا دلوقتي شكله. زي ما انتوا شايفين بكده اكون خلصت المشروب، وبالهنا والشفا عليكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك وسبسكرايب وشير وكومنت. وميرسي قوي لكل الناس اللي بتدعمني. وبس اشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة. نسيت اسألكم ايه مخططاتكم للاجازة؟ اكتبوها لي تحت. اوكي، قولوا لي ناويين تعملوا ايه مثلا في الاجازة او كده، يعني نشارك بعض وكده يعني. وبس. باي باي.